ازاي تحقق النجاح في شغلك؟ خليني احكي لك قصه علي اللي كان موظف عادي جدا، لكن شويه حاجه بسيطه خلت حياته المهنيه تتغير تماما. علي كان دايما بيحس انه مش بيحقق اللي عايزه في شغله، وكان بيرجع البيت تعبان وبيفكر يا ترى ايه اللي ناقصني. في يوم قرر ان هو يبدا يغير طريقته، ودي كانت خطته. اول حاجه علي بدا يحدد اهدافه وسال نفسه ايه اللي عايز اوصل له السنه دي. حدد هدف واضح لنفسه انه يترقى ويكتسب مهارات جديده، وكمان قرر يكون نظام اكتر. استخدم تطبيق بسيط لتنظيم المهام اليوميه، وبدا يحدد اولوياته، وده خلاه ينجز شغله بشكل اسرع واكفأ. بس برضه ما حسش ان ده كفايه. علي ركز كمان على تطوير مهارات التواصل، بدا يكون واضح في كلامه مع زمايله ومديرينه، وكان دايما مستعد وبيسمع وبيفهم الناس. وفي كل مره كان بيغلط ما كانش بيسيب نفسه للاحباط، بالعكس كان بيسال ايه اللي ممكن اتعلمه من الغلطه دي، وده خلاه يتطور بسرعه. علي كمان بدا يستغل اي فرصه للتدريب. لما الشركه بتاعته عرضت كورس مجاني كان اول واحد يسجل، وده خلاه دايما متقدم بخطوه عن زمايله. وكمان كان عنده سر تاني، الايجابيه. كان كل مره بيدخل فيها المكتب كان بيشارك افكاره بايجابيه، وده خلى مصدر طاقه ايجابيه لكل الناس اللي حواليه. وعشان العلاقات علي قرر ان هو يستثمر فيها، كان دايما بيدعم زمايله وبيشاركهم نجاحاتهم، وده خلاه يكسب احترام الكل. وكمان بدا يستخدم التكنولوجيا بذكاء، بدل ما يضيع وقت في حاجات يدويه اعتمد على ادوات حديثه تسهل شغله. واهم حاجه لما ينجز حاجه بسيطه حتى لو كانت صغيره جدا كان بيحتفل بيها، لان كل نجاح صغير كان بيشجعه ان هو يستمر ويحقق هدفه اكتر. وفي النهايه علي مش بس حقق هدفه، لكنه بقى نموذج للموظف اللي اي شركه تحب يكون عندها. انت كمان ممكن تعمل زي علي. قول لنا ايه الحيله اللي حاسس انها ممكن تغير شغلك.